ازيكم يا نسور، اخباركم ايه؟ ناس كتيره جدا كلمتني عشان اشرح بوت جوجل اونلاين، عشان ممكن يكونوا مش فاهمينه او معقد بالنسبه لهم، رغم ان البوت سهل جدا. والبوت زي ما انت شايف كده داخل على المليون و800 الف مستخدم وفي وقت قصير جدا. ده غير طبعا انا ان شاء الله هعرض لكم اثبات سحب في اخر الفيديو باذن الله من البوت دون، عشان البوت ده فيه كذا ميزه هحكيها في الفيديو باذن الله. ده غير طبعا في اكواد بتنزل ليه، وان شاء الله الاكواد دي هنزلها على الجروب بتاع التليجرام بتاعنا، فتاكد ان انت منضم هناك. لو عندك طبعا اي مشكله في البوت او اي بوتات تانيه هتلاقي طبعا حلها في جروب الشات، وهرد عليك اذا كنت انا او الادمن. وطبعا لك السبسكرايب هنا في اليوتيوب بيدعمنا في صناعه المحتوى وبيخليه يظهر بالكواليتي اللي انت شايفها دلوقتي. والنهارده ان شاء الله هشرح بوت جولدن ماين او بوت العفاريت. اول ما بتفتح البوت بيكون معاك بالمنظر ده. خلينا نشرح واحده واحده كده من اليمين، وبعد كده اشرح الواجهه الرئيسيه وازاي تشتغل عليه. خانه الازر اللي تحت على اليمين دي هتلاقي ان عندك حاجات كتير جدا. الرود ماب دي بتقول لك خطتهم واللي ناويين يعملوه كده يعني. فدي طبعا الرود ماب بتاعتهم لو انت حابب تقراها، لان انا طبعا هقول لك الملخص بتاع البوت باذن الله يعني. تاني حاجه الخانه اللي اسمها ريفرال ريس دي في حاله انك لما بتدعو اصدقائك والريفرال ريس بيفتح بيديك تون على حسب دعواتك. وانا طبعا كسبت 2 تون من ريفرال ريس دي ب 43 احاله بس. كلمه الباونتي دي بيقول لك انك لو عملت لهم فيديو على اليوتيوب واديت لهم الروابط بتاعت الفيديو هم هيقيموه وهيدوك من اول تون ل 2 تون زي ما انا بعمل كده دلوقتي. وخانه الاكستشينج دي هنرجع لها بعدين، لكن خلاص يعني بقول لك ان كل مليون عمله من الفضيه دي بتديك 2 تون، يعني كل مليون عمله بتساوي 2 تون. وهقول لك دلوقتي ازاي برضه تجيب العملات الفضيه دي. خانه البالانس وده خانه الرصيد بتاعك. لو تاخد بالك تحت عندي هنا انا ساحب من البوت 2 تون واصلها على المحفظه. وخانه اللانجوج دي لو انت حابب تخليها عربي، لكن انا طبعا مش بستريح العربي فمخليها انجليزي. لكن انت طبعا عندك اللغه العربيه، اللغه اللي فوق هي دي اللغه العربيه زي ما انت شايف كده. لكن طبعا انا بستريح اكتر في الانجليزي فهرجعها برضه انجليزي تاني. وخانه الايردروب اللي تحت دي بتقول لك ان البوت اساسا ليه ايردروب، يعني بعيد عن اللي هو بوت اصلا بيعتمد انك تعدل وتحول لتون. لا، البوت برضه ان شاء الله ليه ايردروب زي ما انت شايف كده، وكتب لك كومينج سون يعني قريبا. خانه الفريند على سبيل المثال انا مدخل فيها 95 واحد جوه البوت، لكن طبعا في المسابقه دخلت ال 45 بس، يعني هو حسب لي 45 بس. زي ما انت شايف كده في خانه الفريند بيقول لك ان اصدقائك هتاخد عليهم 5% لاول صديق، والصديق ده لو جاب صديق 3%، والتاني لو جاب 3 هتاخد انت 1%. بتدوس على كلمه كوبي لينك او ريفير ا فريند عشان تبعت لاصحابك الروابط وكده يعني. خانه الماين دي زي ما قلنا هنسيبها للاخر. خلينا نروح لخانه الاكسبديشن دي شبه الستيكنج كده، انت فاهم. فبتقول لك انت مثلا على سبيل المثال مثلا دخلت حطيت مثلا 10000، ال 10000 دي هتجي لك بعد 48 ساعه واحده من السته اللي قدامك دي، يعني هضربه في 2 او في 5 او في 7 او في 10 او في 25 او في 50، فانت وحظك بقى. والاضمن طبعا ليه كل ما بتنزل كل ما بيبقى اضمن. ليه؟ لان انت اصلا ممكن تحطه فيزيك وتخسرها، زي مثلا العجله دي هتجيلك بس كمان 10 دقائق، لكن ممكن اصلا ترجع لك فلوسك خسرانه تمام، وممكن ترجع لك كسبانه. فانت الاضمن لو انت حابب تحط فلوسك مثلا معاك فلوس كتير تحطها في اخر واحده او اللي قبل الاخيره، عشان الاخيره واللي قبل الاخيره اصلا ما فيهاش خساره. فانت ممكن تحط في الطياره او في السفينه او حتى في القطر برضه ما فيهوش خساره. من اول العجله والموتوسيكل دي خساره، العربيه نص نص، يعني ممكن تاخد فلوسك زي ما هي او تزيد، فعلى حسب ما انت حابب بقى. والعربيه زي ما انت شايف بترجعهم لك كمان 360 دقيقه، يعني حوالي تقريبا 3 ساعات او 4 ساعات. فانت شوف اللي يعجبك من الستيكنج هنا، ده في حاله اللي انت شايفه حلال الستيكنج حلال وغطي فلوسك فيه. خانه الجيمز مور ليس دي مالكش دعوه بيها خالص، احنا طبعا مش بنراهن باي حاجه. في اي بي زي كود بينزل يوميا، وده طبعا احنا بننزله في جروب التليجرام بتاعنا وهوريك دلوقتي مثلا. يعني زي ما انت شايف كده الكود بتاع النهارده 4481 ده منزلينه في الجروب بتاع التليجرام بتاعنا، فهكتب 4481 زي ما انت شايف كده. كتبت كود 4481 بدوس على كلمه كونفيرم، زي ما انت شايف كده بيطلع لك عجله حظ، ممكن تديك عملات فضيه او برونزيه او حتى تديك تون. ادوس على كلمه سبين ذا ويل، زي ما انت شايف جاب لي هنا 2 مليون عمله. بترجع كده زي ما انت شايف كان معايا 700000 بس، دلوقتي بقى معايا 2 مليون و700000. نخش بقى على اهم خانه وخانه المايند. انت اول ما بتفتح البوت بيكون معاك بس عربه واحده، يعني زي ما انت شايف كده ده 1 2 3 4 5 6 7 8. السبعه من اول السبعه والثمانيه دي اللي بتقدر تكسب منهم تون، بتديك بقى عملات فضيه زي ما انت شايف كده. لكن لحد السته اللي انا فيها دلوقتي بتاخد بس عملات عاديه. طيب خلينا نقول بقى ازاي تبدا في البوت. انت طبعا بيبقى معاك عربه واحده بس، عندك زي ما انت شايف كده 3 خيارات فوق، اللي هي الكارت كاباستي والماينر والريسيرف بير. هتدوس مثلا على اي واحده فيهم هيفتح معاك بالمنظر ده. انت كل اللي تعمله انت تروح لخانه الوركر تمام، وتفتح العمال دول كلهم. وطبعا عشان تفتح العمال طبعا تفتحهم بفلوس، فلازم يكون برضه معاك فلوس من التعدين، يعني هو في البدايه يديك شويه عملات بسيطه يعني تبدا بيهم. فلازم طبعا تفتح العمال دول كلهم، وخانه الماين دي لازم ترقيها عشان دي اللي بتزود لك نسبتك في اليوم. يعني حتى لو انت فاتح كل العمال دول ونسبتك في اليوم قليله مش هتستفيد منهم باي حاجه، فلازم ترقي بالتساوي. خانه التول دي اصلا عشان تفتح عمال هيخليك اصلا لازم ترقي هنا. يعني يقول لك مثلا عشان مثلا تفتح العامل الثاني والثالث دول لازم ترقي مثلا البيكاكس او الهامر ليفل 2 مثلا، فانت لازم ترقي الحاجات دي برضو. هو اصلا اجباري يخليك تلاقيهم عشان تعرف تفتح كل العمال، عشان كل عامل محتاج ترقيه معينه يعني. وخانه الماين دي وخانه الكارت، خانه الكارت بتقول لك العربه تقدر تجمع لك قد ايه، يعني تشيل قد ايه.
اول عربه دي مثلا بتشيل 5000 والتانيه بتشيل 20000 والتالته بتشيل 50000. بتشيلهم ازاي ده وانت نايم؟ يعني وانت مثلا قافل البوت، وفي طبعا تعدين وانت قافل البوت اللي هو الاوفلاين، دي العربات اللي بتشيلك التعدين الاوفلاين يعني. فمن الاخر لازم ترقي كل الكلام ده كده بالتساوي. طب بعد ما ترقي كل الكلام ده خلاص، ورقيت التول ورقيت المال ورقيت الوركر، خلي برضه حاجه على السريع، الاوتو دي غاليه يعني، يفضل ما تشتريهاش يعني. لكن الفنفيت خلاص انت طبعا رقيت كل حاجه، فهتعمل ايه بعد كده؟ الحاجه اللي هتعملها بعد كده انت تفتح العربه اللي بعدها، هتلاقيها مثلا بسعر معين. يعني خلينا مثلا نشرح مثلا على حالتي مثلا. انا دلوقتي في العربه السادسه، عشان افتح العربه السابعه محتاج 50 مليون عمله. انا طبعا دلوقتي معايا 2 مليون بس، فبجمعهم ازاي؟ بدوس على كلمه كوليكت بقى العربيات اللي معايا، كل عربه طبعا مجمعه لي شويه فلوس، بدوس على كلمه كوليكت عشان اجمع فلوس. انا جمعتها من العربات تمام، وبعد ما اكملهم 50 مليون هفتح العربه دي. لكن طبعا العربه اللي انا فيها دلوقتي انا اصلا لسه ما كملتهاش يعني. انا فتحت هنا الثلاثه دول، والتولز رقيت فيهم الاربعه دول لسه طبعا الحاجات اللي تحت دي، والماين طبعا رقيت اول اثنين، والاثنين اللي تحت طبعا محتاجين ارقي حاجه معينه اللي هي اسمها سمول تي ان تي، لازم الاقيها ليفل واحد. اللي هي دي يعني، دي لو رقيتها ليفل واحد كده هرجع هتلاقي دي اشتغلت. فهمت؟ فكله معتمد على بعضه يعني. وخانه الوركر زي ما انت شايف انا فاتحهم كلهم، لكن لسه طبعا الثلاثه اللي تحت دول هفتح مثلا واللي جنبه بيقول لك عشان افتحهم محتاج ارقي الدايركتور ليفل 5 والدايركتور بادج ليفل 5 برضه، ودول هتلاقيهم فين؟ في خانه التولز زي ما انت شايف كده. دايركتور بادج يعني هي اصلا عندي ليفل 0، والدايركتور العاديه برضه ليفل 0، فلازم ارقيهم عشان اقدر افتح اخر عمال دول. فهمت كده؟ فعشان تفتح العمال دي اساسا لازم ترقي في خانه التولز، والتعدين الاوفلاين لازم ترقي خانه الكارت وخانه الماين برضه، عشان لو فتحت كل عمال وخانه المال ما لقيتهاش هتخلي تعديلك محدود جدا. فمن الاخر زي ما قلت لك لازم تلاقي كله بالتساوي. وبعد كده بقى لما توصل بقى العربه السبعه اللي هي دي اللي انت بتفتحها ب 50 مليون، كل مليون بتعملها عمله فضيه بتديك 2 طن، يعني تقريبا كل 10 ايام هتاخد 2 طن. ولو فتحت اللي بعدها واللي قبلها مع بعض هيدوك 300000 في اليوم، يعني تقريبا كل 4 ايام هتاخد 2 طن. فالبوت ده كويس جدا يا ريت تشتغل عليه. هو بوت طبعا مش مشهور قوي، لكن طبعا بدا ينشهر الفتره الاخيره، فاشتغل عليه. وزي ما قلت لك هتلاقي الكود بتاعه في قناه التليجرام بتاعتي في الديسكربشن، فلازم تنضم في القناه عشان الكود ده مهم جدا، ممكن يطلع لك حتى تون في حاجه الحظ بتاعته. وبس كده، لو عندك اي مشكله تعالى نورني هناك. اشوفكم على خير الفيديو القادم.